الجهاز الفني ولا لاعبي نادي الزمالك؟ نعم معاك شيكابالا. اهلا يا شيكا. كابتن مصر، ازيك يا شيكا؟ عامل ايه يا كابتن؟ وحشنا يا شيكا. انت اتفائلت ولا ولا يا كابتن؟ عامل ايه؟ وليد صلاح بيقول لك اتفائلت. ايه؟ وليد صلاح بيقول لك اتفائلت بكل مكالمه عندنا. مبروك يا شيكابالا. اولا عايزك توضح للناس موضوع هاني سعيد بعد اذنك. الناس يا كابتن في برامج طلعوني اللي انا مسكت هاني سعيد واللي انا اللي عورت هاني سعيد. مفيش الكلام ده، ما حصلش خالص يا كابتن. احنا شدينا مشاده في الملعب عاديه جدا. وهاني بعد التمرين هو طالع خبط في الباب اتعور. بس مفيش حاجه حصلت اكتر من كده، ولا احنا مسكنا في بعض ولا حاجه خالص. وبعد التمرين انا رحت له البيت ومفيش حاجه خالص يا كابتن. يعني الموضوع انتهى تماما بينك وبين هاني سعيد. ما هو مفيش اصلا موضوع يا كابتن. طيب كلام جميل، يبقى نقفل على الموال ده. خلينا اكلمك على الزمالك، والنهارده انت بتقود الزمالك انت وزملائك للوصول لنهائي الكاس. شايف البطوله قريبه يا شيكابالا؟ لا مفيش حاجه اسمها قريبه يا كابتن، كل حاجه في الملعب احنا بنسعى واحنا بنتمرن كويس الفتره اللي فاتت دي، وكل ماتش بناخده بماتشه، وان شاء الله الماتش الجاي نبقى عند حسن جماهيرنا كده ان شاء الله ونساعدهم يا كابتن. ايه رايك في مهارات عمرو زكي النهارده يا شيكا؟ يا نهار ابيض، هو في كده؟ ايه ده يا كابتن؟ ده الجولدن بوي بتاعنا. ليه؟ جولدن بوي. جولدن بوي ولد الزاب، الفتى الزاب. بس عايز اقول لك حاجه، يعني عايزك بقى تتعلم اللمه بالشمال والشوط بالشمال ازاي. هو اشول عمرو اصلا مدرسه. لا هو عايز يتعلم يخش في وسط الاثنين يضربهم. شيكابالا يعني عايز اسالك عن الروح. انا شايف كل مباراه بتتعرضوا لموقف صعب جدا، لكن النهارده ازاي تغلبتوا على الموقف؟ الحدود تعادل وكان بيهاجم وكان قريب من الفوز، انتوا ككبار في الملعب. احنا حتى من الماتشات حتى الماتشات كان في ضغوطات اكتر من كده، بس احنا في حاجه كويسه السنه دي، احنا في هدوء. هدوء حتى مغلوبين واحنا متعادلين، احنا في هدوء يا كابتن. كل الناس اللي في الملعب خبره وعارفين هم بيعملوا ايه، حتى لما يخش فينا جول بنقدر نلم بعضنا تاني. صح. نرجع للماتش واول ما بنجيب جول وربنا بيكرم ان شاء الله. كان عندك ثقه يا شيكابالا انه الزمالك هيعوض وانه هيفوز، خاصه انت عرضته لمواقف صعبه في كل مباريات الكاس لحد دلوقتي؟ احنا كابتن البدل دي مش هيحصل لنا اصعب من كده تاني يا كابتن. يعني ماتش الكوره دخل فينا جولين والشوط الاول خلص، فمش هيجي اصعب من كده. لما بيبقى فينا، يعني احنا لما تعرض فينا التعادل النهارده كنا متاكدين ان شاء الله هنجيب جول ثاني، مفيش مشكله. احيانا كنت بشعر النهارده انك مش متعصب، بس عايز تجيب جون او عايز تعمل جون، وحسيت انه الدنيا شويه مقفله معاك. معرفش احساس صح ولا غلط؟ والله كابتن النهارده كان لسه اجيب جول النهارده، بس الحمد لله لما عمرو. لا ممكن تكون متحوشه شيكابالا للمباراه النهائيه ان شاء الله. يعني كابتن اشرف بيقول لك يمكن تكون متحوشه للمباراه النهائيه. يا رب ادعي لي بقى يا كابتن. ان شاء الله. قول لي ايه رايك في القلشه بتاعتك بعد ما رقصت الجون؟ شفت عامله ازاي؟ لا وريني انت، احكي لي يا باشا. انا لما اشوفها اروح اضحك دلوقتي كده. هتضحك ها؟ شيكابالا طمني على الروح داخل الفريق، انا عايزك تدي رساله. زي ما انت شايف يا كابتن، يعني احنا كلنا يعني الروح دي لما حد يجيب جون تلاقي بتروح له، والناس كلها مبسوطه، حتى الناس اللي على الدكه انا بشكرهم النهارده يا كابتن. اللي بينزل بيزودنا، حتى لما بينزلش بتلاقيه لما الكاميرا بتيجي عليه تلاقيه مبسوط، فدي حاجه كويسه يا كابتن انا بشكرهم. شيكابالا برضو اكيد عبد الواحد السيد النهارده يحتاج منك تحيه خاصه لانه كان في افضل حالاته النهارده. النهارده عبد الواحد كان فايق، وهو كابتن عبد الواحد لما يبقى فايق بيطمن الناس اللي قدامه. هتلاقي النهارده صلاح، انا بشكره صلاح النهارده كابتن بقاله كتير يعني ما بيلعبش خالص في المركز ده. بينزل لسه مش فت، والنهارده انا بشكره اللي هو عمل ماتش كويس وكل زمايلنا. معلش فرصه ان انا اخلص المشاكل اللي عندك اول باول. يعني عبد المنصف كان كابتن عليك في نادي الزمالك او زميلك في نادي الزمالك، كان عنده نوع من انواع الحزن او الالم منك، بالتاكيد عايز تقول رساله للكابتن عبد المنصف. انا بتاسف له، بس انا حذفت الكوره كابتن، بس الشتيمه اللي هو قالها كان جنب كابتن احمد حسن، انا عمري ما شتمته ولا اقدر اشتمه، بس هو عارف كده كويس. طيب خلاص يعني ولا شتمته ولا حاجه، انا بتاسف له ان انا حذفت الكوره بس. طيب شيكابالا، انا شايف انه في مرحله جميله بينك وبين الجماهير كلها، جماهير الاهلي، جمهور الزمالك طبعا ده حبيبك، لكن علمت انه في مباراه كمان كام يوم هيبقى فيها الزمالك والاهلي والطلائع والحرس. سمعت انك ممكن تلعب بالفانيلا الحمراء، ده كلام هيحصل ولا لا؟ لا يا كابتن انا هلعب بالتيشيرت البيضاء بس. الاهلي مع الحرس. لا هو الاهلي ممكن يبقى الاهلي والزمالك ضد الحرس والجيش، او ياخدوا لعيبه ميكسد عشان نعمل نوع من، ولا تخليها يعني. سمعت ان ابو تريكه هيلعب مع الزمالك وانت تلعب مع الاهلي، ايه رايك في الخطه دي؟ شيكا هنشوف يا كابتن. هنشوف. مش هيرد. شيكابالا يعني عايز اقول لك مبروك،
ربنا يخليك. الناس فرحانه جدا بيك ومستواك فيه التزام جدا في الملعب، مفيش اعتراض على الاطلاق. واضح ان عندك تركيز بشكل باور غير عادي. بالانس اللي لابسها. وليد صلاح بيقول لك الباور هي اللي بالانس اللي انت مهدياك؟ لابسها في ايدك دي فارقه معاك قوي. هي اللي مهدياك ولا ايه؟ وليد قفشك. واضح ان هي مهدياك شويه يا شيكا. مش عارف تخش. شيكابالا شايف الكاس ما بين الزمالك وانبي كام في المية كام في المية؟ 50-50 يا كابتن. 50-50. وجوه الملعب بقى هيبقى ان شاء الله ربنا حاسس موفقه ولا ان هياخد ان الضغط شاء الله عليه بالموضوع. قل شويه. شيكابالا استاذ حسن مسكاوي بيسالك سؤال مهم جدا، حاسس ان الضغط عليك قل شويه؟ طبعا يا كابتن. طبعا. يا كابتن احنا دلوقتي بنلعب كتيم كلنا. يعني شيكا النهارده ما بيجيبش جون تلاقي عمرو بيجيب، عمرو ما بيجيبش تلاقي كابتن احمد حسن بيجيب. وبنلعب كوره حلوه. نعم. فتح الله بيقول لك فتح الله بيجيب مع انه ما عندوش فكره بس بيجيب. تصدق فتح بس جاب جون احسن منك وبشماله. لا ده جامد. اشمعنى يا كابتن؟ ها؟ اشمعنى ايه؟ فتح الله؟ بشماله. بتلعب. ما بتشوفش ولا ايه؟ هو انت فتح عشان الله لعيب كبير. فتح هو جنبك؟ هو جنبي خلاص قول لي انت حالق ليه يا قرع دلوقتي؟ هو معاك كابتن. اتفضل. الو السلام عليكم. يا فتح الله عليكم السلام. شوبير ازي حضرتك؟ ازيك